السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله المحاضرة التالتة هنبدأ ال3D. أنا عارفة إن المحاضرة اللي فاتت أنا طوّلت عليكم شوية، معلش هي طوّلت. بس أنا حاولت أغطي الأساسيات شوية بتاعة ال2D. في تفاصيل أنتم هتقدروا تكتشفوها مع نفسكم، المهم الأساسيات تكون دلوقتي موجودة، وكمان إحنا هنستخدمها قدّام في المستقبل، فهي بتثبت أكتر وبتتراجع معاكم طول الوقت، لإن حاجات كتيرة مُعتمدة عليها أو متشابهة حتى في التعامل مع الsurface والsolids. وبعد المحاضرة دي هيكون معاكم base قوية أوي للRhino، إنكم تبدأوا تفهموا بقى الحاجات بقى المُعقّدة، نبدأ بقى ناخد الأوامر أكتر، وإزاي نبدأ نكوّن أشكال والfun part يعني هيبدأ. فإن شاء الله المحاضرة دي تكون كويسة وسلسة، برضه هتكون أساسيات أوي لل3D، والمرة الجاية بقى هنبدأ ناخد أوامر أكتر وإزاي نكوّن أشكال أكتر. يالّا كوباية القهوة أو الشاي بتاعكم والنوتة ويالّا نبدأ. أول حاجة هنبُص بس المحاضرة هتكون متقسّمة إزاي. هي متقسّمة على 3 نقط أساسية، وبعد كده رابع حاجة هناخد الtask ومثال برضه قبله نطبّق بيه مثال 3D بقى. طيب، أول حاجة هنفهم الفرق ما بين الworld اللي هو الكوردينات الأساسية بتاعتنا الX والY والZ والC plan، لإن ده هيفرق في حاجات كتيرة أوي في الشغل قدّام وفي فهمنا ليها. وهنفهم الفرق برضه ما بين الopen والclosed curve أو poly surface اللي هو الedges. تمام. بعد كده هنبدأ بقى تاني جزء في المحاضرة ال3D objects الأساسية والأوامر الأساسية بتاعتها، والsurface الأساسي أو طرق تكوين الsurface، وإن ال3D ده أصلًا عبارة عن surfaces، فإزاي نكوّنها وإزاي نعمل عليها الأوامر الأساسية زي الarray والscale ال1D وال2D وال3D والrotate ال3D، والفرق ما بين الأوامر دي باستخدامها بشكل عادي وما بين الجمبل لمّا نيجي نستخدمها بالجمبل. وبعد كده تالت جزء في المحاضرة هيكون أوامر أكتر على الsurfaces أو ال3D عامةً. هناخد أوامر زي الloft الrevolve والsweep، هنشوف بقى خلال المحاضرة. طيب خلّينا نبدأ. طيب دلوقتي علشان نفهم الفرق ما بين الworld axis والc plan. الworld axis عندك ثابتة اللي هي الz دايمًا لفوق والx اتجاهها دايمًا على الأساسي اللي بدأ بيه، والy على اتجاهها الأساسي اللي بدأت بيه. ده هيفرق في إيه؟ إن أنت وأنت شغال طول الوقت في الproject أنت بيبقى عندك حاجات تقدر تغيّر الاتجاه بتاعها باتجاه الc plan. يعني مثلًا أنت عندك هنا curve مقفول وقفلته بplanar surface، ده أمر بيقفل الكيرفات المقفولة بيحوّلها لsurface مقفول، ولازم الكيرف يكون مقفول وكله على بلان واحد. بمعنى بلان واحد يعني مثلا لو خدنا نفس الكيرف ده وحولناه ل حاجة معمول لها روتيت بالشكل ده وعملنا له نفس الأمر مش هيحصل أي مشكلة. لكن لو خدناه هو تاني وبدأنا حركنا نقطة واحدة بس وحاولنا نعمل بلانر سيرفيس، هيقول لك no faces were made curve must be closed and planar، لازم يكون بلانر. طيب لو أنت شغال على حاجة واخدة الاتجاه ده في البلان بتاعها بس مش على سي بلان، يعني أنت عايز تنزّل البوينت دي إن هي تبقى قصاد باقي الpoints، خاصةً لمّا يبقى معاك curve بقى كبير. خلّينا نقفل الsmart thread دي والproject. لو أنت معاك curve كبير ومكمّل وكلّهم مثلًا سنابوا معاك على تحت، أنت اكتشفت إنك بتسناب هنا وأنت عايز تخلّي ده كلّه أصلًا على اتجاه السي بلان بتاع الخطين دول. حاجة من الاتنين، دلوقتي أنت عندك object قديم على السي بلان اللي أنت عايز تعمله مقفول surface، فتقدر تحوّل السي بلان بيه على طول وتقفل وتقوم قايل له إيه بقى، تمسك دول كلّهم وتعمل لهم align to cPlan. طب إزاي هتعمل align to cPlan؟ إنك تنزّله بأمر project أو إنك تعمل set points بس align بدل هنا to world، لأ أنا عايزها للcPlan، الZ بتاعة الcPlan. هو فِهم على طول إنك عايز تعمل على الcPlan ده. طيب افرض أنا ما كانش معايا الsurface ده وأنا معايا الخطين دول بس هم اللي كانوا على استقامة، يعني خلّينا نرجع كده وأنا مش معايا ده وعايزة أجيب والcPlan عندي لسه كده وأنا عايزة بقى أجيب الcPlan اللي على الخطين دول بس، هنعمل إيه؟ هنروح للcPlan زي ما اتعلمنا في cPlan وهنset by points أهو، هنعمل set by 3 points،
حطيت السي بلان بتاعك خلاص، تمسك كله تقول له set points وتتأكد إن هي على السي بلان بس كده، وتيجي تمسك الكيرف ده تعمل له بلانر، هيعمل معاك بلانر سيرفيس بشكل طبيعي جدا. هيفرق معانا في ايه تاني؟ لو احنا كان عندنا كيرف مثلا، اي كيرف بقى، تمام، وخلينا الجامبل طبعا هنا دي كده على الورلد ثابته ما بتتغيرش مهما غيرت السي بلان بتاعك، دي قلناها قبل كده، فهنا هنخليها لا المره دي مع السي بلان. فانت عندك السيرفيس ده، خلينا نرجع السي بلان عادي عشان بحس ان انا مش مرتاحه في الشكل ده. فانت عندك، مش عاجبني شكل السيرفيس، اوكي، فخلينا نعمل له اكسترود في الاتجاه ده. طيب دلوقتي لو انت عايز تعمل اوفست سيرفيس للسيرفيس ده، لما تعمل بالجامبل اكسترود وانت مشغلها مع الورلد والسي بلان كده كده مع الورلد، مش هتفرق حاجه، يعني الاكسترود هيكون اتجاهه لفوق بس. خلينا ما نرجعش، خلينا نعملها، خلينا ناخد السيرفيس كذا مره كوبي الاول، ونعمل مره اكسترود لفوق، ونعمل مره ان احنا بنغير مع الاوبجكت نفسه، ودي برضو مش هتفرق لان الاوبجكت نفسه اتعمل السنتر بتاعه هنا فتمام. او ان احنا على السي بلان عادي بس هنعمل اوفست سيرفيس. اوفست سيرفيس بقى بيبدا كل حاجه واخده الاتجاه النورمال بتاعها، فاحنا لو عملنا اوفست سيرفيس و50 ماشي، خلينا مش 50، خلينا 5 بس، اوكي، هتلاقي هنا، خلينا نقف في الفرونت، نمسح ده ونجيب دول قصاد بعض كده، هتلاقي هنا دول طالعين باستقامه ودول مايلين كده. فده الفرق ما بين الاتجاهات الاصليه بتاعت كل حاجه، ان كل نقطه بيكون ليها اتجاه معين، فيكتور معين، نورمال دايركشن معين. فانت لما بتبدا تعمل الامر على النورمال دايركشن غير لما تبدا تعمله على اتجاه السي بلان او اتجاه الورلد. فدي اول حاجه لازم تفهموا الفرق ما بينهم. طيب دلوقتي الفرق ما بين الاوبن والكلوزد كيرف، دلوقتي انت لو مسكت كيرف فوق بيكتب لك هو كلوزد ولا اوبن، هنا لو مسكته هيقول لك اوبن. طيب انت ممكن تكون انت شغال انت باين لك ان هو مقفول، حتى في السي دي باين لك او ان هو مقفول، انت مش واخد بالك ان هو مفتوح خالص، او ايه المشكله في ان هو مفتوح، فانت بتشتغل وبتكمل شغل ما تاخدش بالك اصلا ان هو كان مفتوح. وهنا مثلا عملت ايه، عملت اكسترود. هو في راينو 8 لما بتيجي تعمل اكسترود لكلوزد كيرف بيعملوا مقفول بالشكل ده، لكن في راينو 7 الفيرجن القديمه كان بيحصل ايه، كان بيحصل كأنك عملت الامر كده اكسترود، لا مش اكسترود طبيعي، اكسترود عادي، اكسترود كده، تمام، كان بيحصل كده، كان بيرفع السيرفيس كده، فانت مش هتاخد بالك اصلا ان في مشكله لما تعمل كده مع اوبن كيرف، هتفتكر ان هو ده هو ده. قدام خالص بقى لما تيجي تعمل امر زي مثلا كاب، فتيجي تقول له كاب للبوليجون ده ما يعملش كاب، انت مش فاهم ايه المشكله، هنا كاب يعمل كاب عادي. فالمشكله ان في ايدج مفتوح، في عندنا هنا اناليسيس زي ما كان عندنا للكيرفات بالظبط، عندنا للاتش وعندنا لل ان احنا هنا non-modified. بصوا هنا النيجد ايدج كلهم هنا متوصلين ببعض، فما عملش هنا ان ده نهايه ايدج، نهايه كيرف، لكن هنا عمل، فانت عرفت خلاص عندك ان المشكله هنا. طيب الطريقه التانيه اللي هو ان انت تبص على الكيرف الاساسي وتشوفه ان هو اوبن كيرف، فزي ما عملنا في الاول اللي هو شو اندس، شو اندس، وتعمل على الاوبن ستار او الاند هي وبعد كده تعمل كلوز كيرف، او ممكن تكتب امر على طول حتى من غير ده، يعني من غير ده اهو احنا بعيد مش عارفين المشكله في ايه، فانت عندك الكيرف ده هو اللي انت مطلع منه الاوبجكت، فخلاص كلوز كيرف اتقفل، طلعه معاك على طول. طبعا هنا في راينو 8 الموضوع ان هو بيخلي على طول الكلوزد كيرف بيطلع بشكل سوليد، بيبين قوي اصلا ان مفيش مشكله في الكيرفات بتاعتك. طيب في الراينو كل حاجه بيزد على السيرفيس مش على السوليدز، يعني عندنا ان السوليدز نفسها متكونه من مجموعه سيرفيسز، فبتكون بولي سيرفيس مقفول، هو ده اللي يتسمى
هو ده اللي يتسمى solid، بمعنى إن إحنا عندنا surface بالشكل ده وsurface تاني نعمل mirror بالشكل ده ومعمول له rotate وmove من هنا لهنا، أو إن إحنا لأ إحنا عايزين نعمل rotate، خلينا نرجع كده وناخد rotate فهنبدأ نحط الأكس بتاعنا اللي هنعمل عنده روتيت. طيب هنا دي كده هتلفه كده بالشكل ده لأن دي روتيت عادية، احنا عايزين روتيت 3D، روتيت 3D. هنبدأ نحط الأكس كده ونلفه احنا من هنا لهنا. جينا نعمل جوين لدول تكون لنا ايه؟ بولي سيرفيس. انت هنا قال لك 1 اوبن بولي سيرفيس، عملت اكسترود 1 كلوزد بولي سيرفيس، ما قالش سوليد، مفيش حاجة اسمها سوليد. لو عملت كنترول شيفت وشلت دي هتلاقيها مجوفة من جوه. يعني الحقيقة إن دايمًا الأشكال في الراينو بتتكوّن من poly surface، ده ليه؟ ده علشان يقدر يكوّن لك إن كلّهم يتجمّعوا سوا يكوّنوا أشكال معقّدة. طيب يعني عندنا هنا دي الobjects ال3D الأساسية بتاعتنا، عندك box، cylinder أو كورة آآ والأشكال التانية كلّها. طيب لو عملنا box كده بالشكل ده وعملنا كورة من هنا لهنا ورُحنا لأدوات البولين من solid، هنروح هنا هنعمل مثلًا إن ده enter شيل منّه ده الsurface ده surface جديد اتكوّن، لو فتحته هتلاقي برضه الشكل فاضي من جوّه، يعني كل دول surfaces. تمام. عندك هنا بولين يونيون، عملنا كده وبعد كده عملنا الشكل ده، شيل منّه الشكل ده، بُص كوّن لك كام surface، الsurface ده كلّه بقى حاجة واحدة. والتانيين دول اتقص الجزء ده من المربع وفتح دول مع دول علشان يندمج مع ده وده. أتمنى تكون الفكرة وضحت. هنا لو رجعنا تاني قلنا ده subtract منّه أو مش subtract، إحنا هنفصل الاتنين دول عن بعض بس. فصلنا ده تلاقي إيه اللي حصل؟ اتكون ال3 دول، بقى عندك دي ودي ودي. إيه تاني؟ دي كل الأدوات اللي موجودة عندك في الsolids هنا من هنا بشكل أساسي، واللي ممكن تعملها على طول من غير ما تفضل ترسم مثلًا حاجة عشان تطلّع منها الشكل ده. ودول برضه من الsolids هنا، بس دي أوامر اللي هي الpipe و pipe هنا flat وهنا round كده، أو إنك يعني هنا ده كان curve عادي، كان curve نعمل pipe والpipe بيدّيك الradius بتختاره في الأول وفي الآخر بشكل عادي، وبعد كده لو أنت خلاص كده تمام بتدوس done، لو عايز تضيف section في النُص بتضيفه وبعد كده بعد ما نخلّص بتدوس done. فلو خدنا نفس الcurve ده هنا تاني وعملنا له pipe تاني وعملنا في الأول وفي الآخر بس، وفي الأول من قبل ما نبدأ نرسم الsection بتاعنا عندك إنك تختار الcap بتاعك أصلًا flat والّا round. لو عملنا flat تقدر تعمل كده enter، خلاص هو رسم، ده زي ده بالضبط. أو بقى إنك أو إنك من الأمر هنا على طول، يعني دي لو flat على طول من هنا وتختار الsection بس بيبقى عندك نفس الsetting فوق تقدر تغيّرها بس، أو إنك بتختار الround. طيب عايزين بقى نبُص على أوامر أساسية. أول حاجة إحنا هنبُص على حاجتين، هنبُص على الalign، والalign لو مش ظاهرة عندك بتجيبها من هنا من show toolbars وبتدوّر على الalign هي المفروض إيه، ففوق أيوه هُم دول، فبتدوس عليهم وهيظهروا معاك. أنا باسحبهم وباحطهم هنا، أنا مش محتاجاهم فوق تاني. الalign عندك لو إحنا عندنا الأول كذا كذا حاجة، واحد فوق واحد تحت. لو أنا عايزة أعمل align كلّهم ييجوا على الناحية دي، باعمل كده، أختار هنا مثلًا، لو وقفت هنا في الfront تلاقي كلّهم جُم هنا. طيب لأ أنا عايزاهم ارجع عايزاهم في النُص مثلًا، فعملت كده
عملت كده. عايزاهم الاين تحت فوق، لا انا عايزاهم على مسافات متساويه كده. انتر. هي يعني لو كان المسافات دي باينه اكتر من كده شويه الفرق فيها، عملنا الاين المسافات دي كده. تمام. عملنا ان هنا يعملها على الاكس اكسس، يعني لو رجعنا تاني عملنا دي يعملها على الزد اكسس، فسواهم مع بعض في الزد. تاني ممكن كلهم يكونوا على سنتر واحد، لو كان هنا ده كبير قوي كده السنتر بتاعهم كلهم قصاد بعض. طيب دلوقتي هنبدأ ناخد بقى الاري بكل انواعه. عندنا في الترانسفورميشن، هنا في الترانسفورميشن تولز عندك هنا الاري كلهم، او من هنا برضو في الستاندر هنا في المين عندك. طيب خلينا نسحبهم ونحطهم بره. اول حاجه الريكتانجلر اري بيعمل في الثلاث اتجاهات، و يعني هنا خلينا نبدا. بالنسبه للاكس بيخيرك هتكرره كام مره في الاكس، فاحنا هنقول له مثلا هنكرره 20 مره. طيب بالنسبه للواي 20، بالنسبه للزد 20، خليهم كلهم 20. بعد كده بيبدا يديك تحط من فين لفين في في اول اتجاهين، وبعد كده في الزد، وبيديك الشكل الاول بلون بينك. لو انت تمام عجبك الشكل بالشكل ده دوس انتر. ممكن تعمل شكل عشوائي بالشكل ده، تبدا تطلع منه. طيب تاني امر تاني طيب تاني نوع اري عندنا هو البولار اري في ال 2 دي. انت ممكن تختار بس الاكس بتاعك هنا، وبعد كده آه المسافة اللي هيبدأ يكرر عليها، أو الزاوية اللي هيبدأ يكرر عليها مثلا من هنا لهنا بس، لا الجزء ده بس 3 مرات، لا 6 مرات مثلا بالشكل ده. طيب ده بالنسبة للبولار أري، احنا فاهمينه من المرة اللي فاتت، بس خلينا نبص على حاجة تاني فيه. لو عملنا بولار أري تاني آه ممكن use last axis، ماشي 6، ماشي، وبعد كده step angle وروتيت وزد اوفست. عندك في حاجه اسمها زد اوفست بقى، دي اللي احنا عايزين نبص عليها. انت ممكن وانت بتعمل اري بولار اري تعمل ان هو بيطلع في الزد مسافه، فاحنا مثلا خلينا نكتب 30، وهنكرر برضو من هنا لهنا نفس المسافه اللي قررنا عليها. والايتم 6 30 دي كانت كبيره قوي، خلينا نعملها تاني. ولاست اكسس بس خلينا نعملها 10، وخلينا نعملها 10 هنا برضو، ومن هنا لهنا. ده في البولار اري. لو جينا هنا نلاقي السنتر بتاعهم كلهم هنا. طيب ايه تاني؟ هنا عندنا الاري along curve. لو احنا عندنا curve، خلينا نرسم curve مش بولي لاين. تمام. عايزين نكرر حاجة على الكيرف ده، فهنعمل ايه؟ بيقول لك select الاوبجكت اللي انت هتعمل له array اهو، وبعد كده البيس بوينت بتاعته مثلا هنا، او لازم تعمل select باس كيرف. تمام. الايتمز خليها 30. بص اللي حصل، وفي الشكل لو تاخد بالك ان هو بيعمل روتيت مع الكيرف. طب احنا ممكن نتحكم في حاجه زي كده من الاورينتيشن. في عندك كذا طريقه ان انت الشكل يفضل زي ما هو، اللي هو نو روتيشن، او فري فورم اللي احنا كنا عاملينها، او رود لايك. طيب لو عملنا كوبي من هنا لهنا مش بيعمل سناب ليه؟ احنا مفعلين الان، فعلنا عمل فيه اهو. لو عملنا كوبي هنا، عملنا array ايه along curve، array along curve، بعد كده select الباص، هتلاقي المسافة عندك خلاص بقى كله لازق في الكيرف بتاعك. ممكن تعمل free form. طيب عندنا
array along curve بس على surface. يعني بمعنى ايه؟ يعني ان احنا عندنا surface كده، خلي بالكم ان احنا هنا في الديسبلاي مود احنا دلوقتي مفعلين حاجه اسمها البوكس ديسبلاي، اللي هو لا، كل ما بتيجي تتحرك بتعمل روتيشن كل الاوبجكتس بتتحول معاك شكل البوكس ده، بيخفف على الجهاز. ممكن انت تفعلها وممكن انت لا مش عايز كده. تمام. هو بيعملها اوتوماتيك لو الفايل مثلا في حاجه تقيله، فبيبدا يعملها كده علشان يخفف على الجهاز. طيب عندك هنا لو احنا عايزين نكرر اوبجكت، هنا سيلكت الاوبجكت، اعمل مثلا الاوبجكت ده. تمام. وبعد كده البيز بوينت بتاعت الاوبجكت ده مثلا هنا، وبعد كده select curve on a surface. فانت عندك surface بس ما فيش curve عليه اصلا. فاللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا الاول نعمل interpolate curve على السيرفيس ده بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نأري بقى الشكل ده، انتر، والبيز بوينت اهي، وبعد كده select الكيرف اهو، انتر. اوكي ماشي، احنا كان المفروض نسلكت السيرفيس في الاخر. فده بالنسبة للأري along ايه along curve on surface. طيب عندك برضو array on surface بس، ده بيعمل ايه؟ زي rectangle بس على السيرفيس. فعندك هنا مثلا انا دوست هنا، وبعد كده ده السلكت اوبجكت array، فهو ده بس اللي هتعمل له array. انتر كده البيز بوينت مثلا هنا. بعد كده هنا بيقول لك المود بتاعه اليو في ماشي. سلكت بقى التارجت عندك اللي هو السيرفيس، بيبدأ يديك أول اتجاه اللي هو الاتجاه ده، هتكرره كام مرة؟ 40 ماشي، وبعد كده ده 20 ماشي. ده اللي عمله، وخدوا من الريفرنس بوينت اللي انت حطها ان هو من البوكس على طول، فلزقوا في السيرفيس بتاعه. اخر واحده اللي هي اللينير اللي هي عاديه خالص، اللي هو بتعمل في اتجاه واحد بس، مثلا 20 مره اهو، وبس بتدي له مسافه وبيكرر هو الباقي. طيب احنا قلنا بعيد قوي طبعا. بس كده ده بالنسبه للاري. اتمنى انها تكون وضحت وسهله. طيب بعد كده عايزين ناخد السكيل. عندنا 3 انواع من السكيل، والجامبو اللي هو الرابع. وايه الفرق ما بينهم؟ سكيل 1 دي سكيل، لو قلنا سكيل عادي يبقى هي سكيل اللي هي 3 دي، ده السكيل العادي. لكن 1 دايركشن اللي هو زي ستريتش بالظبط، تعمل كده، ده السكيل ال 1 دي. طيب السكيل ال 2 دي، سكيل 2 دي اللي هو في الاكس والواي الاثنين، لكن هتلاقي الزد معاك. الزد معاك لو انت بتعمل على البلان ده على الاكس والواي، يبقى هتلاقي الزد ثابته. طب انت بتعمل هنا، يبقى هتلاقي الواي هي اللي ثابته. طيب بتعمل هنا، هتلاقي الاكس هي اللي ثابته. تمام. طيب الجامبل السكيل بتاعها اللي هو من هنا، هي نفس فكرة ستريتش، بس بيستريتش من الناحيتين. ولو انت دايس شيفت بيستريتش كأنه سكيل 3 دي مش 2 دي. لا، هو الاكس الزد كمان بتتعدل معاك، لو دوست شيفت بيعدل كله. ده غير ان هو بيستريتش من السنتر، يعني مفيش حاجة اسمها ناحية واحدة بس اللي بيعمل لها ستريتش. في الروتيت نفس الكلام، عندك روتيت 3 دي وروتيت اللي هو العادي. الروتيت العادي اللي هو الروتيت على نفس الاكس بتاعك. ثانية نختار 3 دي. اوكي، روتيت، روتيت العادي على نفس الاكس بتاعك هنا، وممكن تختار ان هو كوبي يس وما تمسحش القديم. تمام. هنا لو انا عايزه خلاص كوم هنا بس كده روتيت. طيب في الروتيت ال 3 دي بيديك اكس تختاره هنا، وبيبدا يلف الاوبجكت. ثانيه واحده نختار من روتيت عادي، روتيت 3 دي بيديك الاكس وبتبدا تلف الاوبجكت على اساسه. فاحنا هنا اخترنا الاكس العمودي لان هو بيديك تلف في اتجاه عمودي على الاكس اللي انت اخترته. فانت لو كنت عايز تلف على نفس المكان بالظبط اللي احنا لفينا عليه الاوبجكت اللي فات، فاخترنا الاكس العمودي من الاول. لكن لو عملت تاني الاكس نايم هنا، تلاقي بقى بدأ يلف بشكل عكسي كده. فانت مثلا عايزه كده بالشكل ده. الجمبل نفس الكلام، دول هنا بيتأثروا بالورلد والسي بلان.
والview يعني هنا الview الجامبل بتتغير معاك طول الوقت، والسيبلين لو مغيره هيتغير من object لو هو مش حاجة ليها بعد ثابت. طبعا هنا دي الview لأ، نرجع الأول للسيبلين. فلو الobject أصلا الأبعاد بتاعته السنتر بتاعها في اتجاه مختلف، ده ممكن يأثر على الجامبل. ده غير إنك ما بتعرفش تختار محور، نفس الكلام من السنتر بتاعها. طيب إيه تاني؟ طيب دلوقتي إيه الفرق ما بين الترم والسبليت؟ لو إحنا عندنا خط كده وعملنا له اكسترود علشان يقطع اوبجكت تاني، خلينا نعمله كده شوية عشان نتأكد إن هو قطعه. لو عملنا ترم فالترم بيشيل الباقي كله من الاوبجكت. بمعنى هنا لو كتبنا ترم يقول لك أول حاجة select الكاتنج اوبجكت انتر، بعد كده الجزء اللي أنت هتعمل له ترم ده اتشال. طب لو عملنا undo تمام وعملنا سبليت، بس سبليت يعني افصل من غير ما تمسح، فالكاتنج اوبجكت اهو وده الاوبجكت اللي هنعمل له سبليت. فدلوقتي يعني في حاجة عملت غلط، سبليت أو اوبجكت سبليت، سوري احنا عملنا العكس، يبقى ده هو اللي اتعمل له سبليت كده المرة اللي فاتت. خلاص خلينا نرجع، ده كده بقى سليم تمام. وادي سبليت للاوبجكت ده بالبلندر، فدلوقتي بقى دي لوحدها ودي لوحدها تمام. بالنسبة للسكيل نسينا نقول حاجة، لما نعمل سكيل وان دايركشن أو سكيل 3D لما بنختار من ايدج لايدج يا بنسحب احنا عايزينه لفين، يا بنكتب على طول 10 مثلا أو لأ 100 فندوس انتر. ده السكيل ال 2D. طيب دلوقتي عايزين نبص على ايه بقى؟ دلوقتي عايزين بالمناسبة التابس اللي فوق دي لو انت كترت معاك انت ممكن دبل كليك هنا تغير اسمها، مثلا ممكن تخليها كده سي بلان انتر. هنا دي انا سميتها اس اللي هي الستاندرد سيت فيو ديسبلاي سيلكت. حاجات انت عارف انك هتحفظها باختصار خلي ليها اختصار. يعني مثلا هنا ممكن نشيل كل دي هي دوك مثلا، او ممكن تشيل دي كمان اهي هنا كده تمام. خلينا نسمي دي كمان بس كده كله باين معاك. طيب عايزين نبص على ايه بقى؟ على السيرفيسز تترسم بكام طريقه. عندك كذا طريقه ترسم بيها سيرفيس بفور بوينتس عادي منها كذا مره، او انك تعملها بريكتانجل على طول 2 بوينتس او 3 بوينتس بالشكل ده مثلا كده، وتحط انت البوينت التالتة بس من غير ما تعملها بفور بوينتس، يعني كأنك بتحدد الطول بس بتاعها يعني. او انك بتعملها من نتورك يعني من ايدجز اللي هي زيها زي لوفت بالظبط. يعني مثلا عندك هنا والت وهنا كيرف وهنا كيرف، فانت اخترت الكيرفات دي قلت له اعملها سيرفيس، هو عملها سيرفيس. بس لازم يكون 4 نقط. لكن اللوفت لو انت عندك كيرف هنا وهنا مرة تاني الت ودراج وكيرف شكله مختلف تماما تاني في النص هنا وعملت ما بينهم لوفت، خلينا نشوفه هتلاقيه بالشكل ده عمل لوفت ما بينهم. طيب لو كان نفس الكيرفات دي انت عايز تعمل منها سيرفيس بس من هنا من نتورك تبدأ تعمل كده، مش شايفها من ايه ده. حتى لو انت وصلت دول كده ببعض هيطلع لك ده تاني، مش هيطلع مع دي بالكيرف اللي في النص، مش هتعرف تختار الكيرف اللي في النص معاهم يعني كده. هنا نمسح ده، خلينا حتى نعملها كده وخلينا نختار ان هي من نتورك. فانا قلت له ده وده وده وده، ما ادانيش فرصة حتى ان انا اختار الكيرف اللي هو اللي في النص ده. طيب في عندك اللي هي لوفت دي اللي احنا لسه واخدينها. دي كانت ممكن ان هي تكون من 3 كيرف بس، يعني ممكن كده مع كده مع كده، وتقول له يا بلانر سيرفيس، يا اما لو مش على خط واحد تقول له بالامر ده بس. طيب هنا دي من نتورك اصلا ان احنا عندنا
هنا لو رسمنا أي كيرفات متقاطعة بالشكل ده اللي هو مكونين نتورك عندنا، بتقدر تعمل كده وتقدر هي تتجمع الكيرفات دي. هي خلاص اختارت الكيرفات دي وانت بتتحكم في البوزيشن لوس عند كله، تبدأ تنعمها أكتر ولا توصلهم بشكل طبيعي. وهنا الإيدج كيرف الراوندنج بتاعك. طيب ايه نوع تاني من السيرفيسز؟ عندك انك ممكن تعمل بوينتس كتير، وخلال البوينت دي انت عايز فيه كيرف يعدي. بلاش في هنا عندك في البوينت انك تعمل مالتيبل بوينت مرة واحدة. خلينا نعمل حبة على مثلا هنا، خلينا نعمل حبة على ضغطين. بلاش البعيدة دي بس نعمل معايا نمسحها. في آه فعايزين نعمل كيرف من البوينتس دي معدية عليهم كلهم. نعمل كده كده انتر. بالمناسبة دي هنا موف، خلينا نعمل موف مثلا هنا، ودي موف ودي كوبي، وفي موف بكذا طريقة بس مش مهم دلوقتي. هنا دي اللاين هنا مثلا، وعايزين نعمل ايه؟ نعمل ان ده يلف على ده، فنعمل ايه؟ هنا اكسترود كيرف اهو، عشان ده عمودي مع ده. احنا لو عملنا كده بالشكل ده. طيب اخر نوع سيرفيس بيتعمل عندنا ان احنا نقدر نعمل اكستراكت للكيرف للنورمال كيرف من سيرفيس معين. يعني هنا ده مثلا عندنا الكيرف ده ممكن نعمله سيلكت، هو بيقول لك سيلكت كيرف على السيرفيس ده. انا مثلا هنعمل اكستراكت واير فريم، حركت الواير فريم بتاعه. انت عايز تعمل مثلا اكستراكت للكيرف ده، سيلكت بيس سيرفيس. طيب عايزين نبص كده على كم امر بشكل مفصل اكتر. اول حاجه هنعمل آه اللوفت. عايزين نبص على اللوفت بالسيتنج بتاعته بشكل كامل بقى. احنا عندنا لوفت بين اشكال مختلفه، يعني كل كيرف عادي مختلف عن اللي قبله. وعندنا مثلا واحد مختلف جدا في النص بالشكل ده. وعندنا آه خدنا امر توين كيرف. ممكن نعمل كده يعني توين كيرفز سيلكت. تمام، 4 ماشي، أو خلينا نقول 2 بس. خلينا نعمل تاني هنا. اوكي، حصل هنا distortion ليه بقى؟ ان احنا اخترنا هنا مع هنا، فهنرجع تاني بس. تمام. طيب وعندنا ريكورد هيستوري نقدر نعمل بقى لوفت، نقول له الكيرفات دي كلها اعمل ما بينهم لوفت. فعمل السيرفيس ده في شويه سيتنج هو بيطلعه لك ويقول لك انت عايز يوصل ما بينهم بشكل ناعم. بص هنا انا عامل الدنيا اكتر ازاي، وهتلاقي مش لازم بقى معدي بالكيرف بالظبط عشان يقدر ينعم لك الشكل. طيب لا، انت لازم تعدي عليهم بالظبط. هنا في ستريت سيكشن هتلاقي اصلا دول خطوط مستقيمه، سيكشن مستقيم. تمام. و يونيفورم اللي هي ناعم بس معدي بيه، نورمال ويونيفورم قريبين من بعض. كلوزد كيرف بيبدأ يقفل لك الكيرف ده. سبليت اتنجن، سبليت اتنجنت مش عارفه بصراحه. اللاين كيرف لو احنا عملنا تاني لوفت، فاللاين كيرف
بيخليك تختار هنا تصحح المسار بتاع الكيرف بتاعك. تمام. ريبيلد ده بيديك عدد الخطوط دي. ريبيلد مثلا 100 هتلاقي عدد الخطوط بتاعك بقى 100. طب ريفاين تلاقي نفس الفكرة بس هو بيقلل الريفاين ده اللي هو بيخلي السطح أنعم، بينعمهولك بمقدار قد إيه أنت بتديله نسبة. ريبيلد بيبقى على اتجاه مسافات متساوية. تمام. دون سمبليفاي يعني خلاص أنا مش عايزة أشتغل بالأوبشنز دي أصلا، عايزة أشتغل بدول بس. طيب خلينا نعمل كانسل ونعمل ريكورد هيستوري ولوفت ونختار دول انتر. تمام. وخلينا نعملها لوس. اوكي. خلينا نحرك كيرف كده تلاقي الدنيا بتتحرك معاك بالشكل ده. الكيرف ده كده تلاقي ده اللي بيحصل كده بقى كده ايا كان. تمام. طيب فده بالنسبة لللوفت. بالنسبة لأمر عندنا أمر اسمه ريفولف. لو انت عندك حاجة كده بالشكل ده خط مستقيم هيكون هو الأكسس بتاعك وبدأت ترسم حواليه أي سكشن وخدته هو تاني Alt كوبي Alt وزرار عشان تعمل كوبي مرتين تاني، وفي المرة دي سبته زي ما هو وقلت له ريفولف والأكس بتاعك ده من هنا لهنا ده الأكس بتاعك ودوست انتر انتر يعني 360 تلاقي ده الشكل اللي اتكون لك ومفتوح لأنك ما وصلتش من هنا لهنا. طيب لو عملنا هنا تاني بس وصلنا الكيرف بتاعنا عايزين نفعل الانترسكت أو مش متفعل مش عارفة ليه. ونعمل جوين لدول ونعمل ريفولف هيكون من هنا لهنا انتر انتر فهيكون طبعا مقفول بالشكل ده. أو إنك تعمل offset surface لا offset عادية offset مش offset surface وتخلي هنا الكاب بتاعك تخليه فلات اللي هي 3 بوينت يعني أو إنك تعمل كده وتقول له revolve فتدخل الأكس بتاعك. وهنا أنت طبعا تقدر تخلي الحاجة بتاعتك مش كاملة يعني مش لازم 360 درجة ممكن تخليها لحد هنا وتقف عادي. هنا خليها وضع مونوكروم. هنا المفروض الأسطح دي فلات يعني هي بلانر فأنت بس في مشكلة ايزوليت في مشكلة خلت جزء ما يتكونش مقفول one open curve فاحنا هنعمل show in this فيها مشكلة زوم. طيب بعيدا عن زوم احنا هنعمل close curve على طول close curve كده one closed curve. فخلينا نرجع نظهر كل حاجة ونمسح ده ونعمل revolve وادي الاكس بتاعنا وانتر على نفس الزاوية اللي فاتت فادي كده عمل الجزء اللي تحت اهو معانا. خلينا نرجع هنا. طيب الامر اللي بعد كده هو سويب. لو عندنا اي وعندنا sections كتيرة مختلفة. تمام. أشكال مختلفة بوليجون مثلا مرة نجمة ومرة بوليجون عادي وجبنا عملنا لهم موف دي موف تمام من السنتر بتاعهم
نيجي نعمل sweep one reel. تمام. فبيقول لنا اختار التشين. بعد كده بيقول لنا اختار الشيبس اللي احنا هنعمل بيها sweep. هنا البوينتس بتاعتك الاتجاه بتاعنا تمام. ونفس فكرة اللوفت بالظبط، نفس فكرة اللوفت. هنا عندك دول بيتحكموا أكتر في النعومة بتاعة الشكل، وهنا الجلوبال دي اللي هو البلند بيقل معاك، فلأ عايزين البلند يكون كويس. وده الريبيلد بيتجاهل خالص مع العدد القليل، فاحنا لو عملنا مثلا 50 بيرجع يظبط الدنيا. بس أنا برجع بحب أقول إن هو نقسم اللي فوق. طيب ده السويب. في عندك سويب للإيه؟ طيب عندنا برضو أمر مهم قوي اسمه orient. orient ده orient لو احنا كتبنا orient كده بيقول لك ايه انت هتحط orient orient. فبيقول لك اختار الريفرنس بوينت الاولى وادي الثانيه وهنعمل سكيل. يس انا هخليها سكيل في ال 3 دي ولا وان دايركشن، بس لا انا هخليها وان دايركشن. وبي نوبي يبقى نو. بعد كده هقول له اهو تارجت ادي 1 وادي 2. بس هو عمل روتيت. اورينت تاني اورينت. اوكي كده كويس. خلينا بقى نعمل سويب تو ريل. هو ادي التو ريلز اللي عندنا و لا تاني ادي تو ريلز. بعد كده ادي الشيبس، ادي المينتين هايت بتاعتك. طيب طبعا كان ممكن نفتح الهيستوري ونعدل براحتنا زي ما احنا عايزين في شكل الريل بتاعنا. خلينا نفتح الهيستوري نعمل سويب تو ريل. ادي التاور هايت التاني وادي المينتين هايت بتاعنا. خلينا نعمل كده، لا كده، ونبدأ نتحكم في ده مثلا كده بالشكل ده، أو إن احنا نتحكم هنا في ده، أو إن احنا مثلا نوسع هنا شوية في الكيرف ده. ومثلا حاجة توسع بالشكل ده. خلينا نعمل أمر اسمه extract wire frame، وناخد الواير فريمز دي ونعمل لها offset لفوق بالشكل ده. وبعد كده خلينا نمسح الشكل ده. خلينا نروح مونوكروم مثلا ده ممكن يكون برج أو حاجة ليها شكل مميز أو تغطية مميزة، تحكم فيها أنت براحتك. طبعا دي بالنسبة لك سيرفيس ملهاش أي سمك، فممكن نمسكهم كده كلهم ونكتب offset surface. وادي الدايركشن اللي هو بيقول لك هيبدأ يعمل offset في اتجاهه، فتمام. فهنعمل offset مثلا 2. احنا شغالين بالمليمتر صح؟ 2 دي هتطلع كبيرة، كان المفروض نقيس حاجة الأول برضه. لا كويسة. فعمل offset 2. طيب دلوقتي أنا عايزة بس أعلمكم حاجتين في السريع علشان تاخدوا بيهم الشوت. لو انتوا عندكم خلاص خلصتوا مثلا التاسك، مش لازم انكم تاخدوا سكرين للشاشة. في أمر اسمه view capture to file. view capture to file ده بيطلع لك تاب، هو هيحفظ لك الصورة. دلوقتي خلينا شكل البريفيو كله، أو إنك بتختار كاستم مثلا ده بيكون عامل كده، ممكن تعمل كنسل
وسطن انت على الشاشة بتاعتك، ممكن تشوف المقاسات المختلفة يعني، بس خليك في الفيو بورد وخلاص. تمام. وهنا السكيل ده بيتحكم في كمية الريزوليوشن، يعني على أساس البكسلز اللي عندك اللي تحت، لو قللت دي 1.5 بيكتب لك هنا بقى كام بكسل في كام بكسل. يعني أنا أعتقد 2 بالنسبة لي وبالنسبة لللاب عندي بتكون كويسة، ممكن تحسبوها. هنا دي بيقول لك يبين الجريد معاك ولا لأ، يبين الورلد، يبين السي بلان. كل دي حاجات ممكن تبينها، وممكن تخلي الصورة بقى شفافة، ودي الحاجة اللي بتخلي الشغل شكله أحلى يعني لما بتدخله على دراسة أو حاجة تاني. وتسمي الصورة 1 بي مثلا، أي حاجة، وتاخد مثلا شوت تاني من هنا بس. طيب عايزين نبص على offset surface بشكل مفصل أكتر من كده. فلو عملنا offset surface هتلاقي فيه شوية اوبشنز فوق. flip all، هو هنا في direction، خلينا نعمل وضع شديد عشان نشوف. الدايركشن كله اتجاهه لفوق، فممكن تعمل flip all أو إنك تدوس على السيرفيس بس اللي عايز تعكس اتجاهه هيعكس اتجاهه لوحده. هنا السوليد البوث سايدز اللي هو هيعمل اوفست على الناحيتين ولا لا، بالديستنس اللي انت كاتبها. يعني الديستنس هنا 50 هتبقى 50 على الناحيتين، يعني اوفست السيرفيس ده لما يتكون هيبقى 100. طيب الكورنر راوند او شارب ثرو بوينت، ان انت ممكن تسحب انت المسافه اللي انت عايزها. نفس فكره في الاوفست كده، دي مسافه كبيره جدا لان هي كمان بوث سايدز. طيب خلينا نعملها تاني. لوس لو احنا عندنا الكيرف ده ميت هيخلي الاوفست ناعم اكتر لو فعلناها ليس. نفس افكار نفس افكار بالظبط الاوفست العادي. خلي الديستانس طبعا صغيرة 10 كده. كده دي 4 لأن هو عمل على الناحيتين. عملنا كده. في حاجة لو أنت عايز تعمل بعد ومش باين على طول، ممكن ترسم الخط أو تطلع الكيرف. يعني ممكن كنترول شيفت وتدوس مثلا على الكيرف ده، كنترول سي كنترول في، وأنت ماسك الكيرف ده تكتب أمر اسمه لينس. لينس بيجيب لك لينس تي اتش، بيجيب لك طول الخط. هنا طول الخط ده 71.6 تقريبا مليمتر. فهنا لو عملنا كده، أو الخط ده احنا رسمناه وعملنا نفس الأمر، يقول لك 2 مليمتر. طيب دلوقتي عايزين نحل الشكل ده اللي احنا قلنا هنفكر فيه المرة اللي فاتت. هو فكرته بسيطة، ودلوقتي انت خدتوا الأوامر بتاعته كلها. أول حاجة هنرسم لاين عادي ونبدأ نعمل له ريبيلد، علشان لو احنا عملنا احنا الكيرف على طول بالنقط بتاعته ممكن نقعد وقت على ما نظبط. فالريبيلد بيقسم الشكل لنقط على مسافات متساوية. الأحمر ده هيشيلها ودي النقط اللي هيحطها. فاحنا هنعمل له ريبيلد كام نقطة. احنا محتاجين هنا نقطتين وهنا نقطتين وفي النص نقطتين يطلعوا لقدام، يبقى هو 6 صح. طيب وبعد كده هنسحب من الكنترول بوينتس دي لقدام بالشكل ده، وهنقوم عاملين ده كده. الكيرف ده هو الجزء أول سلمة، عايزين نعمل آخر سلمة، فهنلاقي إن هي عكسها بالظبط كده. هنعمل ميرور. وبعد كده لو قلنا إن إحنا هنا دي على نفس الاستقامة، فلازم البوينت دي على قصاد البوينت دي بالظبط هنا، ودي قصاد دي. طيب لو إحنا قلنا إن إحنا عندنا 20 سلمة وارتفاع السلمة 15، 20 في 15 ب 300، فإحنا هنرفع دي 300. إحنا شغالين بالملي 30. تمام. وهنعمل 20 قلنا، وهنعمل ما بينهم توين كيرف عشان يكون عندنا السلالم دي. هنعملها 20، العدد 20 هيقسمهم إن كل واحدة ارتفاعها 15 سنتي بالظبط. انتر. نعمل كوبي دول بالشكل ده. وبعد كده هنعمل لوفت ما بين أول كيرف آخر كيرف، و انتر تاني. احنا مش هيهمنا الجزء اللي تحت، السلم هنا خلاص خلص هنا. فهنعمل كوبي للخط ده، كنترول سي كنترول في، هو كان فيه ماشي بس هننقله لتحت وهنعمل لوفت ما بين. اوكي. نعمل اكسترود 1.5. بعد كده هنعمل ايه؟ طيب أعتقد إن في غلط هنا في الأسطح دي متداخلة سوا، فإحنا كده عملنا اكسترود بمسافة غلط. خلينا نرجع.
كانت إيه الغلطة دلوقتي؟ الغلطة دلوقتي إن إحنا دي ليه ما كانتش 15 بالضبط، مع إن المسافة دي كنا رافعينها 30 وعملنا twin curve 20، لإن الtwin curve هو عدد الكيرفات اللي هيحطها في النُص، فإحنا محتاجين كلهم مع أول واحد يبقوا 20، فهنعمل twin curve 19 بس. طيب دلوقتي كده هنرفع دول 15 0.1.5 كده دول مضبوطين على بعض بالضبط. بعد كده هنقفل باقي الشكل بلوفت عادي align curve نعدله. المفروض إيدي تكون بتيجي قصاد بعض بس عشان أنا باعمل بسرعة align curve عادي. بعد كده هنعمل cap join الأول لكله عشان يبقى بولي سيرفيس واحد، وبعد كده cap فالشكل هيتقفل. شوف بالمونوكروم الشكل هيتقفل بالشكل ده. كده كونا السلالم عندنا، بس محتاجين نفصل لسه الجزء اللي في النص. هنرسم خط من فوق ونمد الخط ده نقربه شوية كده، وبعد كده نعمل له ميرور نفعل المد. وبعد كده نعمل سبليت للسلم بالخطين دول. أنا عملت قط من الجنب علامة الشرط دي. بعد كده نمسح الخطين دول. ممكن نعمل اكسترود للجزء اللي فوق لوحده أو كوبي ونعمل هايد ليها، وبعد كده نقطع الباقي. وبعد كده الجزء اللي كنا خافينه نرجعه ونعمل له اكسترود لوحده ونديله سمك لوحده عشان تبقى هي الستيب اللي فوق. طيب بعد كده نخفي دول ونعمل offset surface للبولي surface ده. نعمل له offset surface نعملها براوند كيرف و 0.3 اللي هي 3 سنتي. كده عملنا السلم بتاعنا. نرجع كل حاجة تاني. آخر خطوة ممكن نرفع دي شوية بس عشان في المونوكروم ما تبقاش اللي تحتها باينة قوي. طيب بعد كده بقى هنعمل جروب لده كله جروب، وبعد كده نعمل له ميرور الناحية التانية عشان نعمل باقي السلم. وبعد كده عايزين نوحدهم كلهم إن هما يكونوا حاجة واحدة. ممكن نفك الجروب دلوقتي ونعمل دول الكلمات. ماشي، هنعمل للسوليدز بولين يونيون نجيبها من السوليدز، أو كان ممكن نكتب على طول. ماشي كده عملنا لدول ونعمل لدول معاهم بولين يونيون. كده وحدنا الشكل كله. طيب آخر حاجة هنعمل الريل بتاعنا أو اللي هو السور. فهنرسم ممكن نخبي الأول الجزء اللي فوق ده نعمله هايد، وبعد كده نعمل سناب على أول سلمة مع آخر سلمة، والناحية التانية نفس الكلام. وبعد كده نمسك الخطين دول مع الخطوط الأساسية اللي كانت فوق ونعمل لهم align to top علشان كلهم يبقوا على مستوى واحد من فوق. بعد كده نعمل trim عشان isolate عشان نشوف كويس، ونعمل trim للجزء ده. كده نعمل لهم join عشان يبقوا كيرف واحد. نعمل لهم بايب. نعمل بايب diameter ممكن يكون 0.2 و أو 0.5. لأ ممكن نروح نعمله احنا نحدده على طول، نحدد شكله. تمام، وانتر عشان انتر مرتين عشان ما تغيرش القطر عليه كله. وعملناه راوند في الآخر، الكاب بتاعه راوند. بس اظهر كل حاجة واعمل جروب للريل، وبعد كده ارفعه لفوق شوية. بعد كده هنعمل له ميرور على الناحية التانية، وهنعمل برضو بولين يونيون ليهم. طيب بعد كده هنخفي الريل دي وهناخد الكيرفات الأساسية اللي عملناها منها ونعملها اكسترود لتحت عشان تكون هي الإزاز بتاعنا، وهناخدهم نعمل لهم ميرور برضو كده.
ونعمل لهم برضه بولين يونيون كلهم عشان يبقوا حاجة واحدة. بولين يونيون سوليد. تمام. بعد كده ممكن نديهم ماتيريال مختلفة، نكريت ماتيريال جديدة ونديها لون نخليها جلاس أو جلاس، ونديها لون لبني مثلا، ونزود الشفافية سنة بس انتر، أو نقلل الشفافية عشان تبان. بس في المونوكروم بيبان معاك دايما الإزاز بشكل شفاف شوية. لكن لو كريتنا ماتريال جديدة لل... للسلالم، فالماتريال دي اديناها لون وهي كاستم، يعني ماتريال عادية بلاستيك أو بينت أو أي حاجة مش هتبان غير في الريندر. عملنا كده وماتريالز لونين مختلفين مثلا. لكن في المونوكروم الإزاز كمان، الإزاز بس هو اللي باين. طيب هنا بس كان في غلطة، الميرور مش كده على طول، لأ الميرور كده كمان، فده الشكل النهائي للسلم. آخر حاجة التاسكات، هتعملوا مبنى يكون شكله مميز تقدروا تفكروا فيه أو حاجة من الاتنين دول، ولو قادرين تعملوا الاتنين دول هيكون كويس، والمرة الجاية احنا هنفكر فيهم سوا وهنعملهم سوا.